مخيف جدا نوع من الناس اللي أول ما يزعل بيدوس على كل حاجة وينسى كل تفاصيل حياته، وبيدوس على العشرة والذكريات وحتى المعروف اللي كان ما بينكم، واللي خلاك تبعد فجأة عنهم هو وجع قلبك منهم. ده بيأثر فيك جدا. فجأة تتحول الناس دي لناس تانية، والصورة بتوضح قدامك، وبيجرحوك ولا كأنهم هما جرحوك، بس في حاجز كده حصل بينك وبينهم. خلاص بقى ما ينفعش انك تكون معاهم تاني. حتى الخلاف اللي كان ما بينكم صبح خلاف ما ينفعش ان احنا نتقارب بيه بعد كده. والخلاف ده بيكشف معادن الناس في وقت معين اللي انت كنت نفسك ان هما يكونوا سند معاك. اكتر سنين العمر لما تكون بتحب شخص، من وقت الخصام فجأة كده بيظهر لك انسان تاني. فجأة بتحس فعلا انك ما تعرفوش، وانك ضيعت وقت معاه وانت لسه فعلا ما فهمتوش. تحس فعلا بانك لسه بتعيش من تاني. ما تزعلش لما حد بيبان على حقيقته. ازعل لو انت فضلت تشوفه زي ما كنت بتحبه. كل مرة كنت بتتأذي منه وتقول مش مشكلة وتسامحه ومش غلطة، وترجع تعيد حياتك من تاني. دي فرصة جديدة انك كنت شايف حد غريب عنك، دلوقتي شايفه بعينك والصورة وضحت، وقلبك وعينيك دلوقتي شايفين الحقيقة. والناس بتتغير وبتنكشف. وبعيد كلامي للناس لأن هما بيوضحوا في الصورة لما بيوضح أفعالهم. في الزمن ده لو اتخليت عن حقك تبقى حبيبهم، لو طلبتهم تبقى لئيم، ولو سكت عن الإساءة تبقى محترم، ولو رديت يبقى مش مؤدب، ولو تغضب عن الأذى تبقى طيب، ولو عملت زيهم يبقى قلبك اسود. يا تمشي على مزاجهم يا تفضل سلسانهم طول العمر. يكفيني فخرا أنني في علاقتي لم يغطي السواد قلبي. يكفيني إن احتجتني لا أدير ظهري، وإن قررت الرحيل عنك فأنا أرحل دون أذى.